بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اهلا وسهلا بكم في قناتكم بالعربي تنمية 2، برنامج الكود الازرق. معكم شاهد بالاسي. الحلقه ديت خاصه لزملائي واحبائي طبعا على القناه، وزملائي واحبائي في رعايه جراحه مستشفى كفر الشيخ الجامعي. ناس شاطره جدا، واحنا حاليا طبعا زي ما انتم عارفين بنعمل اديوكيشنال تيم او اديوكيشنال كورسز في رعايه الجراحه. فبنطور احنا دلوقتي في المستوى الثاني يا شباب، وانتم طبعا عارفين ان احنا في المستوى الثاني متقدم شويه. اتكلمنا على السوبرا فنتيكولار تاكيكارديا او الاس في تاك. هشرح النوع النهارده اسمه اترو فنتيكولار ري انتري تاكيكارديا، واعذروني ان انا اتكلم بسرعه جدا واحاول اتكلم الى حد ما شويه بالعربي او اشرحها بالعربي. طيب اختصارا يا عم هشام، سوبرا فنتيكولار تاكيكارديا معناه ايه؟ سوبرا فوق، فنتيكولار بطين، تاكيكارديا تسارع، اختصارها اس في تي. يعني بقول لك التسارعات اللي موجوده في منطقه الاذينين او فوق البطينين دي بيسموها السوبرا فنتيكولار تاكيكارديا. نوعها ايه النهارده اللي هناخده؟ حاجه اسمها الاتريو فنتيكولار ري انتري تاكيكارديا او الافرت، اختصارها اي في ار تي. اللي هي الاتريو معناها اذين، فنتيكولار دي معناها بطين، ري انتري معناها اعاده او دايره، وتاكيكارديا معناها التسارع. التسارع اللي بيحصل عمليه اعاده في الاذين. طب تعالوا نخش بسرعه ونشوف ايه اللي انا عايز اقوله. اول حاجه معلومات لازم تعرفها في السلايد دوت. لازم تعرف يعني ايه باروكسيزمال، هنعرف يعني ايه باروكسيزمال، ويعني ايه اكسسوري باس واي، وايه الانواع بتاع الاس او الافرد اللي هي النوع اللي هو الاورثودروميك والانتودروميك. اول حاجه لازم تعرف، اول ما حد يقول لك يعني ايه اي في ار تي تقوم انت قايل له دي حاجه اسمها الاتروفنتريكولار ري انتري تاكيكارديا. يعني تسارع بيحصل في الاذينين بسبب ان الكهرباء بتلف فيه ري انتري سيركت بتوين الاي في نود اند الاكسسوري باس واي. يعني اللي بيحصل ان في بوابه اضافيه او مكان زياده الكهرباء بتعدي منه ما بين الاي في نود وتفضل تلف، تفضل تلف في دايره. دي بيسموها الري انتري سيركت. ولازم تاني حاجه لازم تعرفها ان دي نوع من انواع الاس في تاك طبعا. دي نوع من انواع السوبرا فنتيكولار تاكيكارديا. لازم كمان تالت معلومه تعرفها حاجه اسمها الباروكسيزمال. يعني ايه باروكسيزمال يا عم هشام؟ يعني دي بتحصل اوكيجنال اند سادن، مفاجاه وموسميه من وقت للتاني. وبتحصل كمان رابع معلومه لازم تعرفها ان بتحصل في الغالب لليونج ايدج، مش شرط بس بتحصل لليونج ايدج، للشباب في مقتبل العمر. ممكن تحصل للاطفال. فالناس الصغيره بتحصل لهم اللي هو الاس في تاك او السوبرا فنتيكولار تاكيكارديا، والاي في ار تي ممكن تحصل له. دي المعلومات اللي انت لازم تعرفها. خامس معلومه معانا ان هي نوعين، الانتيدروميك والاورثودروميك اشهر. سادس معلومه لازم تعرفها، الاورثودروميك دي في الغالبيه العظمى بتبقى اورثودروميك، ممكن تكون انتيدروميك كمان. دي المعلومات، يبقى احنا معانا ست معلومات. اتروفنتيكولار ري انتري تاكيكارديا معناها ايه؟ ان هي شكل من اشكال البروكسيزمال سوبرا فنتيكولار تاكيكارديا بتحصل للبيشنت لو في اكسسوري باس واي ما بين الري انتري، بتعمل ري انتري سيركيوت او دايره مغلقه او دايره بتلف ما بين الاي في نود والاكسسوري باس واي. كلمه اكسسوري باس واي يعني ايه يا عم هشام؟ انا مش فاهم اي حاجه. باختصار جدا تعالوا بقى نشوف الصوره، تعالوا بس نمسح كده. طيب تعالوا نشرح الطبيعي. لو جينا رسمنا القلب بالشكل دوت، الاثنين اذينين، تو اتريوم والتو فنتريكل. ايه اللي بيحصل؟ الاس اي نود، العقده اللي هي ديت، دي بيسموها الاس اي نود، اللي هي الساينو اتريال نود او العقده الجبينيه الاذينيه، اللي موجوده فين؟ في الاذين الايمن يا عم هشام، الرايت اتريوم، اللي احنا بنسميها منظم ضربات القلب الطبيعي اللي ربنا خلقه، اسمه بيس ميكر اوف هارت، اوف ذا هارت، صح؟ ده كلنا عارفينه. تقوم الكهرباء نازله على الاي في نود، اللي هي العقده ايه يا عم هشام؟ دي بيسموها العقده، دي اسمها الاي في نود، اللي هي العقده الجبينيه. معلش انا براجع المعلومات الاساسيه. دي العقده البطينيه الاذينيه ما بين البطين والاذينين، يبقى دي اسمها الجبينيه الاذينيه في رايت اتريوم. دي ما بين البطين والاذين اسمها الايفنود. الكهرباء تستنى شويه فتعمل البي ار انترفال في الاي سي جي. طبعا انتوا فاكرين البي ار انترفال. الكهرباء لما بتستنى، ايه اللي حصل هنا بقى؟ طبعا الكهرباء المفروض بتنزل الطبيعي على اللي هو الباندل اوف ذا هيس او الياف هيس، بعدين تروح شمال ويمين تضرب الفنتريكل ينقبض دوبلاريزيشن، وبعد كده تروح طبعا بركنج فايبر وخلاص. ده اللي بيحصل، صح؟ ايه اللي حصل هنا بقى في الافرت اللي هي الانتيريو او الاتريو فنتيكولار ري انتري تاكي كارديا اللي معانا الاس في تاك؟ اللي حصل هنا ان الكهرباء نزلت على الايفي نود في اكسسوري باس واي اهو، بوابه زياده او مكان زياده. الكهرباء مشت نزلت للبطين ورجعت تاني للاكسسوري باس واي وضربت الاذينين فعملت تسارع. دي بيسموها الاورثودروميك افرت او الانتيرو جريد كوندكشن ثرو ايفي نود. يبقى ليها اسمين، اورثودروميك انتيرو جريد
دي اسم واحد. النوع ده يعني مشت مع عقارب الساعه. ايه اللي حصل هنا يا شباب؟ مشت مع ايه؟ مع عقارب الساعه، هي بتلف بالسهم اهيت مع عقارب الساعه. طب لو لفت عكس عقارب الساعه، راحت للاكسسوري بس واي، نزلت تحت وضربت تاني في الايفي نود، وطلعت الاذينين وضربت الاذينين وانقبضوا، دي بيسموها انتي دروميك. انتي دروميك. خلوا كلمه انتي، ثبتوا انتي دي معناها ضد عقارب الساعه. انتي دروميك ضد عقارب الساعه. ليها اسم تاني اسمها ريترو، عوده، ريتروجريد. ده باختصار. ارجو انتم تكونوا فاهمين ايه اللي حصل. هنا في بوابه زياده مش موجوده، المفروض اصلا مش موجود، يعني مش من المفروض ان هي تكون موجوده. اعذروني انا بتكلم بسرعه، بحاول اشرحها. طيب ايه المعلومه اللي انت عايز تقولها هنا يا هشام؟ خلي بالكم، بيقول لك هنا في حاله الاورثودروميك افرت، لازم انت تخلي بالك ان هي ريجولار نارو كيو ار اس كومبلكس. دي اشهر يعني اهم معلومه لازم انت تعرفها. ان ما تبص على الاي سي جي اللي هنعرفه دلوقتي، ان لازم يكون في ريجولار نارو كيو ار اس كومبلكس. منطقه الكيو ار اس كومبلكس منتظمه وضيقه. دي في حاله ايه؟ في حاله الاورثودروميك. ونخلي بالنا بقى من المعلومه الثانيه، لو ما فيش باندل برانش بلوك، ما فيش انغلاق للباندل اوف ذا هيس في سواء رايت او ليفت، وبالذات بري اكزايتيشن هنعرفها ان شاء الله في الحلقات الجايه. بري اكزيستنج باندل برانش بلوك، مفيش اكسسوري باس واي على الجنوب او في منطقه تانية بتنزل على الفنتريكل الاول، هنعرفها ان شاء الله في الحلقات الجايه. اعرفوها بس كده دلوقتي. طيب ايه المعلومه اللي نشوفها في السلايد ديت؟ بيقول لك في حاله الريتروجريد او الانتي دروميك، اللي احنا قلنا ضد عقارب الساعه، لازم تخلي بالك ان هي تبقى ممكن هتبقى وايت كيو ار اس كومبلكس. ريجولار برضو منتظمه، ريجولار وايت كيو ار اس كومبلكس. ودي بتعمل مشكله ان هي ممكن تخش وتعمل ديفيكالتيشنز او difficult to distinguish between الاس في تاك والفنتيكولار تاكيكارديا. يعني بمعنى اصح تخليك تتوه، هي في تاك الشخص داخل في رفرفه بطينيه، ولا او تسارع بطيني، ولا داخل في تسارع اذيني، اللي هو الاتريو فنتيكولار تاكيكارديا، اللي هو الانتي دروميك النوع ده. مش عارف تحدد. طب تعال نشوف امثله عشان ما نطولش في الفيديو. بص يا شباب، اول حاجه لازم تحفظها، تعالوا نمسح. اول حاجه لازم تحفظها عشان تعرف تشخص الاس في تاك، وبالذات النوع اللي هو الافرت، لازم تشوف الهارت ريت. هارت ريت اكبر من 100. دي الساينز والسيمتومز او اللي هو بتاع الاي سي جي. عشان تعرفه لازم تعرف كده. هارت ريت لازم تلاقيه اكبر من 100، وتلاقي نارو كيو ار اس كومبلكس. نارو كيو ار اس كومبلكس. وتلاقي ريجولار ريزم. اول ما تشوف هارت ريت اكبر من 100، نارو كيو ار اس كومبلكس، ريجولاريزم، تفكر في حاجه من الحاجات اللي احنا قلنا عليها في العنايه يا شباب. يا اما ساينس تاكيكارديا، يا اما اس في تاك بانواعها، يا اما اترال فلاتر. طيب تعالوا نشوف هي نوع اي نوع من الحاجات دي. تعالوا نقرب الشاشه في ليد 2. لو جينا بصينا هنا في ليد 2 هتلاقي هنا البي ويف داخله ريتروجريد، داخله في الكيو ار اس كومبلكس، عامله شكل الموجه كده تي ويف، وداخله في الكيو ار اس كومبلكس. طبعا دي نارو. طب تعالوا بقى نمشي واحده واحده. دي ريجولاريزم ولا لا يا هشام؟ دي ريجولاريزم. ليه؟ المسافه ما بين الار والار منتظمه. طيب دي المسافه دي كام منتظمه؟ يبقى نقسم الهارت ريت عشان نحسبه 300 على عدد المربعات الكبيره. ده مربع حوالي ومربعين صغيرين، يعني بيعمل هارت ريت حوالي 180 دقه في الدقيقه. اكبر من 100 ولا مش اكبر من 100؟ اكبر. طب دي نارو ولا وايت كيو ار اس كومبلكس؟ دي نارو. نارو ليه؟ لانها اقل من 3 مربعات صغيرين. يبقى كده تحقق الثلاث شروط معايا. اكبر من الهارت ريت 180، يبقى اكبر من 100، نارو كيو ار اس كومبلكس، ريجولاريزم. يبقى فكر في ايه يا جماعه؟ يفكر ساينس تاكيكارديا، اس في تاك، اترال فلاتر. هنبص هنا للبي ويف، هنلاقي البي ويف داخله في ريتروجريد في الكيو ار اس كومبلكس، سواء في ليد 2 او ليد 3 في الانفيريور، سواء برضو في الاي في اف. طبعا احنا بنشوف البي ويف احسن مكان بنشوفها في ليد 2 وفي 1. تعالوا نشوف في 1 كده. في 1 هتلاقيها طبعا داخله في الكيو ار اس كومبلكس وعامله حاجه اسمها ار اس. بصوا عامله كده اهو، ار صغيره واس كبيره. ار صغيره، يعني الار صغيره جدا، والاس ايه؟ كبير. ودي اسمها ريتروجريد بيويف. طب تعال نشوف الاجابه برضو مع بعض. دي اسمها الاورثودروميك. اورثودروميك ليه يا عم هشام؟ لان دي نارو كيو ار اس كومبلكس. زي ما احنا قلنا برضو الهارت ريت كان ريجولار، نارو كيو ار اس كومبلكس، والهارت ريت كان 180 لما حسبناه. طبعا الكيو ار اس كومبلكس نارو، فدي بيسموها الاورثودروميك. اورثودروميك من A ل V.
وريتروجريد بي ويف طبعا ماشيه مع عقارب الساعه. بركز تاني في المجموعه تانية او في السؤال التاني او في المعلومه يا جماعه المهمه، المعلومه اللي هي بتاع الكايند انواع الاي في ار تي. دي اسمها ايه يا شباب؟ اورثو دروميك، يعني مع عقارب الساعه. ودي بيسموها الريتروجريد برضو، ليها الاسم التاني، هتلاقوا ريتروجريد في الفي واحد. تعالوا نشوف بقى الرسمه اللي معانا التانية، امسحوا دي كده. ركزوا بقى في الرسمه الجايه. قلنا يا شباب الانتي دروميك، المعلومه المهمه جدا، الانتي دروميك ممكن تكون عامله زي الفيتاك. لو جيت بصيت هنا يا عم هشام بالراحه كده ونقرب، اول ما تيجي تبص تقول لي دي فيتاك، مونومورفيك فيتاك. اشمعنى؟ عشان دي وايت كيو ار اس كومبلكس. خلي بالك من نقطه هنا، لما انت تيجي تشوف هنا العيان بتاعنا، العيان بتاعنا ده 5 سنين، 5 years old boy، 5 سنين داخل بحاجه اسمها وولف باركنسون وايت سندروم. ودي مشكلتها ان هي يعني رير، نادره اه، بس مميته. مميته، لازما تتطلب التدخل السريع، لازما تتطلب التدخل السريع، لانها بتعمل كاردياك ارست، تخلي الشخص ممكن لا قدر الله يتوفى. دخله فيتك او في اف. طيب ده نوع من انواع الفيتك؟ لا. طب ليه؟ لان بيقول لك هنا لاحظ كده، لو انت لقيت وايت كيو ار اس كومبلكس في شخص صغير في السن، ما عندوش ستراكشر هارت ديزيز، ما عندوش مشاكل في القلب، في الغالب مش فيتاك، في الغالب هتكون اس فيتاك. فنخلي بالنا من الحته دي. وده النوع اللي هو بيسموه الانتي دروميك، عشان كده النوع ده بيبقى نوع رير شويه ونادر. بس بيقول لك هنا ان 95% من براود كومبلكس تاكيكارديا ان تشيلدرن، في الاطفال actually some form of اس فيتاك with apparency، في الشكل بتاعها في الغالب بيكون اس فيتاك. ويتحل ازاي؟ ريسولفد ويز فيجال مانوفر. يعني بيقول لك ايه كمان؟ بيقول لك لو لقيت عيل صغير، شباب صغير، لقيته داخل بوايت كيو ار اس كومبلكس، اعمل له فيجاس مانوفر، سواء فالزالفا مانوفر اللي هنعرفها في اخر الفيديو، او كاروت مساج، او تعمل فيشال ميرجنز، او تحط وشه في قلب كولد ووتر، تغمز وشه في قلب ميه ساقعه او ميه متلجه. لو خف او العيان قلبه بقى رجع ساينس، ده معناه ان هو اس في تاك. ركزوا في الحته دي كويس، دي مش في تاك، ده في الغالب اس في تاك. عشان كده بيبقى فيه ديفيكالتيشن. بس الحمد لله دكاتره القلب عندنا يعني رعايه القلب في جامعه كفر الشيخ متقدمين جدا في التشخيص ومتفوقين جدا وشاطرين. اخر حاجه معانا في الفيديو عشان ما نطولش حضراتكم، التوصيات في علاج الاي في ار تي من الاي اس. هنقراها مع بعض. الاي اليوروبيان سوسايتي فور كارديولوجي بيقول لك العيان لو جالك في اكيوت ثيرابي، العيان جالك على طول داخل لك الطوارئ وانت بتعمل اي سي جي، شفته على الموتور لقيته اس في تاك والنوع الاي في ار تي. بيقول لك لو العيان ده هيمودايناميكلي انستيبل، العيان عنده انخفاض في ضغط الدم، الترد في المنتال ستيتس، شيست بين، على طول ما تفكرش ديسه. اي عيان هيمودايناميكلي انستيبل على طول دايس العيان كهرب، سينكرونايزيشن وتكهرب العيان. ده كل الريسيرش والابحاث. طيب لو العيان بقى هيمودايناميك ستيبل، مفيش عندنا هايبوتنشن، الترد من المنتال ستيتس، ولا شيست بين، اعمل ايه يا عم هشام؟ ولا طبعا يعني على طول على طول تعمل حاجه اسمها الفيجاس مانوفر او الفيجال مانوفر. يعني ايه فيجاس مانوفر بقى يا عم هشام؟ بص يا شباب هنشوفها في فيديو دلوقتي. يا اما تعمل حاجه اسمها فالزالفا مانوفر. الفالزالفا مانوفر اللي انت بتجيب بالونه او سرنج ترايل او سرنج 20 وتخلي العيان ينفخ فيها وهو قاعد كده اكنه قاعد يعني قاعد على السرير، بعد كده ترفع تقلبه على ظهره، هنشوفها في الفيديو مختصر عشان ما نتكلمش فيها كتير، وتخلي رجليه لفوق. او كارديو مساج اللي انت تعمل تحس البلس بايدك كده بصبعين وتعمل كارديو مساج، تعمل مساج لمنطقه الكارديت او منطقه العنق، تعمل مساج كده بالراحه عشان خاطر البارو ريسبتورز تتحفز فتقلل من ضغط الدم وتقلل من هارت ريت. او تجيب العيان تمسك وشه وراسه اكنك بتعذبه كده، طبعا احنا مش بنعذب العيان، بس تمسكه، عارفين شغل الافلام اللي هم بيحطوه في ميه ساقعه؟ ايوه، تجيب العيان راسه كده وتحطها في كولد ووتر او ميه متلجه مره واحده. دي برضه بتقلل من الهارت ريت، بتحفز الفيجاس او الفيجاس نيرف اللي موجود في الهارت. دي اول حاجه، وهنشوفها في فيديو ان شاء الله دلوقتي. تاني حاجه معانا بيقول لك هنا لو اورثودروميك، لو العيان لقيته اورثودروميك. يعني ايه اورثودروميك يا عم هشام؟ يعني لقيت الاي سي جي اكبر من 100، نارو كيو ار اس كومبلكس ريجولار ريزم، ولقيت البي ويف ريتروجريد داخله في الكيو ار اس كومبلكس ونارو، نارو معناها اورثودروميك مع عقارب الساعه، يبقى تدي له ادينوسين.
الادينوسين ده يا جماعه سحري، انا ما شفتوش غير في مستشفى واحده في حياتي، كان مستشفى خاصه في القاهره. ده من 6 ل 18 مللي جرام اي في بولس، يعني شوت مره واحده. طيب لو الفيجاس مانوفر طبعا فشل. طيب لو الادينوسين والفيجاس مانوفر فاشلين، ادي حاجه اسمها نون هيدروبريدين، اللي هو كالسيوم تشانل بلوكر، اللي هي حاصرات للكالسيوم او قنوات الكالسيوم. النون هيدروبريدين زي الايه، زي الفيرابيبيمل او الدلتازيم. الفيرابيمل اللي هو الايزوبتين. طيب ده في حاله ايه بقى؟ لو حاله مفيش هارت فيلير ريديوز ايجكشن فراكشن، مفيش ستراكشر هارت ديزيز، مفيش مشاكل في القلب، اديله كالسيوم تشانل بلوكر زي الايزوبتين. طيب لو الايزوبتين، يعني بلاش الايزوبتين مثلا، ومش عايز طبعا الفيجاس مانورا فيلد كمان الادينوسين فيلد فشلوا، ممكن تدي بيتا بلوكر. البيتا بلوكر زي الازمولولول او الميتوبرولول. طبعا احنا في عندنا الاندرال اللي هو البروبرونولول متوفر عندنا في المستشفى، ممكن تدي بيتا بلوكر. بس البيتا بلوكر مش بيتاخد في حالتين: دي كومبنسيتد هارت فيلير لو العيان عنده فشل قلبي، ولو العيان ازماتيك او سي او بي دي، يعني ممكن لا قدر الله يخش في مشاكل ازمه اكتر، فمش بيتاخد بيتا بلوكر. كل الحاجات دي هنقولها برضه في اخر الفيديو. طيب بيقول لك هنا بقى في حاله الانتي دروميك. يعني ايه انتي دروميك يا عم هشام؟ يعني عيان شاب صغير جاي لك بوايت كيو ار اس كومبلكس، وتلاقي الهارت ريت اكبر من 100، وريجولار ريزم، وداخل بوايت كيو ار اس كومبلكس، طبعا مش هتفكر في الفي تاك، طبعا ده عيل صغير ما عندوش ستراكشر هارت ديزيز، ما عندوش مشاكل في القلب ولا اي حاجه. على طول في الغالب ده بيكون، ولو كان بالذات اطفال، في الاطفال بالذات 95% منهم بيكون اس في تاك انتي دروميك. انتي دروميك يعني عكس عقارب الساعه. ايه اللي انت تحطه في دماغك؟ تحط حاجه اسمها البروفانينون. البروفانينون دوت اللي هو ده اهو، اشاور على حضراتكم: بروفانينون او الفلاسينيد او البروكوناميد. البروكوناميد او الفلاسينيد او البروفانينون دوت، يعني يفضل انت تديه اي في وريدي. طيب ممكن كمان اعمل حاجه، لو المانوفر اللي هو الفيجاس مانوفر فشل او الادينوسين فشل، اكهرب العين. في حاله الانتي دروميك اكهرب العين. طيب الانتي دروميك اي في ار تي، ممكن لو في ادي اميدرون، ادي كوردرون. الاميدرون ده يا شباب، لو اوريه لحضراتكم ده، اللي هو الكوردرون، ده في حالة كل اكيوت ثيرابي ممكن ادي اميدرون للشخص، بالذات لو ريفراكتوري كيسز، او لا بتتكرروا كذا مره، او بتحصل له كذا مره، او مش عارفين نسيطر عليها، يعني كل ما يدي حاجه مش عارفين نسيطر عليها، ممكن اعلق كوردرون لعيب. بيقول لك بقى خلاصه الكلام: لو كل ده فاشل، على طول ادي سنكرونايزيشن دايركت كارديوفيرجن، على طول كهرب العين. مفيش غير كده. طيب في حاله الكرونيك سيرابي بقى، بص يا شباب، في حاجه اسمها كاستر ابليشن. يعني ايه كاستر ابليشن؟ يعني بيخشوا بواير وبيخشوا يلسعوا المنطقه بتاع الباسوي، الاكسسوري باسوي، بيلسعوها بكهرباء، بيلسعوها، بيحرقوها بمعنى صح، وبيلسعوها. ده نوع من انواع الطب الجديد، وحاجه جديده جدا ان شاء الله هتبقى متوفره عندنا في الجامعه، ودكاترتنا على اعلى مستوى هيستخدموها ان شاء الله في رعايه القلب قريب. سالتهم وهم ناس محترفه جدا في استخدامها، بس ان شاء الله هتتوفر عندنا في جامعه كفر الشيخ قريب ان شاء الله. يا رب. بس ان شاء الله لو في حد في التبرعات سمع الفيديو، ارجو ان انتوا تدوا تبرعات لجامعه كفر الشيخ عشان خاطر المرضى، ونجيب الكاستر ابليشن ونعالج المرضى، وربنا يشفي الجميع يا رب. طب تعالوا نشوف الكرونيك ثيرابي. في الكرونيك ثيرابي ايه اللي بيحصل؟ بيقول لك لو سمحت ادي بيتا بلوكر او نون هيدروبردين كالسيوم شان بلوكر في حاله غياب الهارت فيلر ريديوس ايجكشن فراكشن. يعني انت عملت العيان ايكو لقيته اقل من 30%، ما ينفعش تديله كالسيوم شان بلوكر او بيتا بلوكر. طيب كمان بيفضل ان انت لو في ساينس اوف بري اكسيتيشنز موجوده في الاي سي جي، لو سمحت اعمل كاستر ابليشن. يقول لك لو انت طبعا نعرف البري اكسيتيشن يعني ايه، يعني البطينين بقى بينضربوا وتحفزوا قبل الاذينين كمان، بيبقى في اكسسوري باس واي بيضرب البطينين من الجنب. لو سمحت هنعرفها ان شاء الله في الحلقات الجايه، اعمل كاستر ابليشن ويلسع الباس واي دي. طيب لو مش متوفره او مش موجوده، يعني ادي بقى بيتا بلوكر او نون هيدروبريدين زي الفيرابيبيمل، الايزوبتين، بس لو العيان بتاعك استراكشر هارد ديزيز بتاعه حلو، مفيش ريديوز ايجكشن فراكشن، مفيش فيلير بمعنى صح.
كمان ممكن تدي بروبافينون، تديه للعيان لو مفيش without ischemic heart disease او structure heart disease. لو العيان ما عندوش مشاكل في الايكو، او العيان مش اعراض الجلطات او اسكيميا او ذبحه صدريه، ممكن تدي بروبافينون. او الفليسانيد ممكن تدي. كمان ممكن تدي الدايجوكسين والبيتا بلوكر والدلتازيم وفيربابيميل واميدرون في حالات، كل الحالات اللي احنا قلنا عليها، بس نوت ريكومندد في حالات البري اكزايتيشن اترال فايبريليشن. ودي اللي هنعرفها. لو حصل رفرفه اذينيه بري اكزايتيشن بسبب الاكسسوري باس واي، لو سمحت ما تديش، عشان ده ممكن يأذي العيان. فنخلي بالنا من الحته دي جدا جدا جدا. طيب هنا بيقول لك هنا بقى اخر حاجه في الاي اس سي، خلي بالك الفيرابيبيمل اللي هو الايزوبتين مش بيتاخد في حاله الهايبوتنشن والهارت فيلير ريديوس ايجكشن فراكشن. لو العيان ضغط دم منخفض او في مشاكل في الايجكشن فراكشن اقل من 30%. البيتا بلوكر في الديكومنسيت هارت فيلير ما بتتاخدش خالص في الفشل القلبي الديكومنسيتد. طبعا الايبوتالايت ديت انا ما شفتوش قبل كده، فيعني انا ما اعرفوش. البروكانامايد دوت برضو برولونج كيو تي ار انترفال، انا ما شفتوش برضو بنتاخد عندنا في المستشفى. الفليسانيد طبعا او البروفافينون دوت انا شفته. البروبافينون كونترا انديكيتد في الاسكيميك هارت ديزيز او الاستراكشر هارت ديزيز، عشان بيعمل برولونج الكيو تي انترفال، بس اقل طبعا من كلاس 3 ايجنت. الاميدرون برضو ممكن يعمل برولونج لمنطقه الكيو تي انترفال الموجوده، ممكن يعني ما يحصلش تورسيد دو بوينت، او اللي هو الرفرفه اللي انتوا عارفينها الدورسود دو بوينت، بتبقى قليله او نادره. طبعا دي الاختصارات، يعني افرنت او افنرت، ويعني ايه الكتروكارديوجرام، والهارت فيلير ريديوز ايجكشن فراكشن، الانترافينوس. طبعا دي كلاس ريكومنديشن والليفل اوف ايفيدنس لازم نخلي بالنا. طيب دي اخر حاجه كان معانا اللي هي الليفل اوف ايفيدنس والكلاس اوف ريكومنديشن. اخر حاجه هنشوفها ان شاء الله مع بعض اللي هو الفيديو بتاع الفالزالفا مانوفر او الفيجال مانوفر. طيب دوت يا شباب الفالزالفا مانوفر اللي احنا قلنا عليه، بنعمل فيجاس مانوفر في حالة الاكيوت ثيرابي. لو العيان هيمودايناميك ستيبل، العيان مفيش هايبوتنشن، مفيش الترد في المنتال ستيتس، مفيش شيست بين، مفيش اي مشاكل في صدره، مفيش اي حاجه خالص، ممكن العيان دوت اعمل له الاول حاجه الفيجاس مانوفر. وده نوع من انواع اللي هو اللي بيسموها الفالزالفا مانوفر. زي ما انتم شايفين العيان بيبقى قاعد على ظهره، زي ما انتم شايفين سوري، قاعد يعني على رجليه، على المقعده بتاعته الباتوكس، وبيمسك سرنجه في ايده، سرنجه رايل بالونه سرنجه 20، ويفضل ينفخ فيها وتقول له زق البلانجر. البلانجر اللي هي الجلده او اللي احنا بنشدها، اخر السرنجه، زي ما انتم شايفين. ويبتدوا يعد ال10 ثواني. اه بيشرحوا للعيان، لازم يشرحوا له. طبعا زي ما انتم شايفين ده يانج ايدج. فيانج ايدج ده في الغالب اس في تاك، ما عندوش ستراكشر ديزيز. بقول في الغالب. طيب هو دلوقتي هيبتدي ينفخ في البلانجر، يعني شوف هينفخ جامد جامد، قول له انفخ جامد، انفخ في البالونه، انفخ في الرايل، زق السرنجه زق السرنجه، يعني بص العيان، ويفضل نافخ، مش ينفخ ويسيب. طبعا الدكتوره هنا بتبتدي تعد، زي ما انتم شايفين رجله بتبقى لفوق ويبتدي راسه لتحت. ده اسمه الفيجاس مانوفر او الفيجال مانوفر. فالزالفا فالزالفا فالزالفا، زي ما انتم شايفين كان في تسارع، ده 240 100 102 130 125، بدأ يرجع ساينس 104 94 79. الحمد لله الشاب رجع الحمد لله بطريقه بسيطه اسمها الفالزالفا مانوفر. طبعا بتبقى فرحه طبعا ان انت تلحق شاب زي دوت من التسارع. طبعا والمريض بيفضل مستريح. ارجو ان تكونوا استفدتوا. اشوفكم في حلقات اخرى ان شاء الله، يعني مع السلامه.